سيبك ان منتخب مصر كسب كفرت 3-0. لا مش هو ده اللي انا طالع اقول لك عليه. في حكايه حصلت، الاعلام المصري او الصحافه المصريه اخففتها تماما تماما. هو اعتراضات احمد حجازي على قرارات حسام حسن، ولهذا السبب حسام حسن منع مشاركه احمد حجازي في مباراه كفرت، ودفع بمكانه احمد رمضان بكها. ايه سبب الخناقه؟ انا جاي اقول لك التفصيل اللي انا فهمتها، بس انا ما فهمتش لحد الان ايه سبب الاعتراض. فانا اقول لك. طبعا احمد حجازي اعترض على قرارات حسام حسن اللي انا ما اعرفهاش اصلا، بس انا طالع اقول لك اللي انا فهمته او التفاصيل اللي انا فاهمها. طبعا كلنا شفنا ان احمد حجازي ما شاركش في مباراه كان فيردي، مع انه هو المدافع الاساسي هو وعبد المنعم، لكن بسبب الاعتراضات منع حسام حسن مشاركه احمد حجازي. ده في كمان اقاويل بتقول ان احمد حجازي اعتذر عن المشاركه مع المنتخب ورحل عن المنتخب بسبب عدم جهازه نفسيا. هل الكلام ده صح ولا غلط؟ استنى رأيكم، واللي يعرف حاجة يا ريت يقول.